مساء الخير على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جايلكم بشقة جديدة كده في الإسكان الاجتماعي، فيها أفكار وحاجات جميلة هتستفيدوا منها إن شاء الله. وفيها ديكورات حلوة أوي أوي أوي. دي شقة عروسة كده في الإسكان الاجتماعي، هي لسه بتفرش يا جماعة في الشقة طبعا. فأنا هوريكم كده الديكورات اللي هي عاملاها، والألوان والأشكال اللي هي عاملاها تستفيدوا منها جدا جدا. هي في دخلة باب الشقة كده، حاطة السفرة بالبوفيه بالنيش في دخلة باب الشقة. وعاملة جبسن بورد كده في السقف شكله جميل جدا، وعاملة ألوان فاتحة كده في الريسبشن زي ما انتوا شايفين، وعاملة بوفيه كده بمراية شكلها جميل جدا. وعند البلكونة حاطة الأنتريه، وعاملة ستارة كده شكلها حلو ومتداخلاها في الجبسن بورد زي ما انتوا شايفين. هي لسه يا جماعة بتفرش بالشقة، بس انا حبيت اديكوا كده افكار من الشقة دي، هتطلعوا منها بافكار حلوة قوي قوي. وحاطة كده ستارة على الطرقة فشكلها برضو جميل وحلو زي ما انتوا شايفين كده مع بعض. بعد كده الطرقة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين عاملة فيها برضو جبسن بورد شكله جميل جدا وحلو ورقيق زي ما انتوا شايفين، وعاملة فيها ليدات وسبوتات فشكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا بحاول يا جماعه على قد ما اقدر اديكم افكار من فرش شقق الاسكان الاجتماعي، سواء بقى عروسه بتفرش في شقتها او بتوضبي في شقتك او كده، هتطلعي بافكار حلوه من شقق الاسكان الاجتماعي. لو انتوا واخدين بقى في شقق الاسكان الاجتماعي، هنا المطبخ بتاعنا يا جماعه بصوا جميل جدا، وهي فرشه كله، ولسه هتحط بقى البوتاجاز في الحته الفاضيه دي اللي هي تحت الوحده. وعامله تعديل كده في شباك المطبخ بتاع الاسكان عشان هتحط فيه شفاط، لسه ما ركبتش طبعا الشفاط زي ما انتوا شايفين. وحاطه التلاجة، وعامله كده رخامه في الحوض بتقفيله، والحته الفاضيه دي تقريبا هتحط فيها الغساله فشكلها جميل جدا والوان متناسقه. وتقريبا مغيرين سيراميك المطبخ زي ما انتوا شايفين كده، لانه شكله مختلف عن بتاع الاسكان. وعامله ديكورات حلوه في الشقه يا جماعه زي ما هنشوف كده مع بعض. اول حاجه هنخش على غرفه الليفينج، عامله اول غرفه دي ليفينج، وعامله فيها ركنه كده شكلها جميل جدا، وحاطه كده ستاره على الشباك، وعامله جبسن بورد في السقف كده شكله جميل، وعامله مكتبه للتلفزيون زي ما انتوا شايفين. عاملة ألوان هادية وجميلة وشكلها حلو جدا زي ما انتوا شايفين. هتطلعوا من الشقة دي يا جماعة بأفكار حلوة قوي قوي زي ما هنشوف مع بعض. بعد كده هندخل على زي ما انتوا شايفين كده، دي الطرقة هي بتوريها لنا من وجهة تانية. اللي هي بيبقى فيها دي طرقة التوزيع اللي هي بيبقى فيها الغرف والتويلت والبلكونة والمطبخ. بعد كده دي غرفة الأطفال فرشها بطريقة حلوة، هي عاملة اللون اللبني الفاتح زي ما انتوا شايفين، وعاملة كده جبسن بورد في السقف. هنا حاطة في الغرفة دي سرير واحد ودولاب ومكتبة صغيرة، مكتب صغير يعني. بعد كده ده التويلت، هي مغيرة برضو في السيراميك بتاعه، وعاملة فيه كده ديكورات حلوة قوي زي ما انتوا شايفين، ومغيرة كمان في التويلت والحوض، وعاملة بانيو كده كبير. هي مغيرة في الحمام كله يا جماعة زي ما انتوا شايفين. هتطلعوا بأفكار حلوة وعاملة ألوان وديكورات شكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين. وتقريبا مغيرة شباك الإسكان. بعد كده دي غرفة النوم الرئيسية، هي عاملة غرفة على قد كده المكان زي ما انتوا شايفين، وعاملة فيها ستارة، وعاملة برضو جبسن بورد شكلها جميل. والدولاب مساحته حلوة مش كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، ومنظماها بطريقة حلوة وجميلة بحيث ان هي ما تاخدش مساحة في الغرفة. زي ما قلت لكم يا جماعة، غرف الاسكان بتبقى مساحتها مش كبيرة قوي، بتبقى مساحة غرفة النوم 3 متر في 3.65، وغرف الاطفال الاتنين التانيين بيبقوا 3 متر في 3.35 متر. زي ما قلت لكم قبل كده المساحات. فاحنا نراعي ان احنا واحنا بنفرش الشقة بتاعتنا نراعي المساحات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. باي باي.